حابة تكون ضيافتك للعيد مميزة وسهل بنفس الوقت وتعمليها بسرعة؟ تعي شوفي معي بهذا الفيديو شلون راح أحضر التمر المغطس بالشوكولا وبحشوة مميزة. بس قبل ما نبدأ بالفيديو، إذا كنتي لسه مو مشتركة بقناتي مطبخ إسراء كيتشن 1، يا ريت تشتركي وما تنسي تفعلي زر الجرس. كالعادة المكونات مكتوبة قدامكم على الشاشة لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها. استخدمت تمر المجهول، فيكم تستخدموا أي نوع انتو بتحبوه، بس اختاروا نوع طيب لأن التمر هو المكون الأساسي بهي الوصفة. رح أقيم كل النواة الموجود بحبات التمر. طبعا هون ما في كمية محددة، حسب انتو قديش بدكم تحشوا. ورح استخدم زبدة الفول السوداني اللي حضرتها بالفيديو السابق، اللي بتكون خشنة وقوامها تقيل. أعبيها بكيس الكريمة وآخذ كل حبة تمر وأحشيها من هاي الزبدة مع حبة فول سوداني محمصة. فيكم تستخدموا أي نوع مكسرات أو زبدة انتو حابينها، بس أنا كثير بحب الفول السوداني. وهيك لحتى أخلص كل كمية التمر اللي أنا بدي إياها، بحط التمر بالبراد لحتى تجمد شوي زبدة الفول السوداني لحتى يصير الشغل بحبات التمر أسهل. وراح أذوب شوكولاتة، ممكن هون انتو تذوبوا أي شوكولاتة حابينها. أنا هون خلطت ما بين الشوكولاتة الغامقة والشوكولاتة بالحليب. والتمر طلعته من البراد وبغطس حبات التمر بالشوكولاتة مثل ما واضح. بتخلص من الشوكولاتة الزايدة وبحط حبة التمر على ورقة الزبدة. بعد ما هون غطست كل التمر بالشوكولاتة، هلا التزيين هون رح يكون على حسب الرغبة. أنا استخدمت مكسرات، فستق حلبي مطحون أو يعني مطحون خشن شوي، وفول سوداني كمان مطحون، والوردة المحمدة. هلا رح اخذ التمر واحطه بالبراد لحتى تجمد حبات الشوكولا. بعدين بطالع التمر من البراد وبحطهن بهذا الورق. وافخم ضيافة ممكن انكم تحطوها بالعيد، وطعمتها عن جد كثير طيبة، يعني كأنكم عم تاكلوا سنيكرز، بس سنيكرز صحي. افرجيكوا هلأ شلون شكل حبة التمر من جوا. ويا سلام على الشكل وعلى الطعم، عن جد شي خرافي. لازم تعتمدوها من وصفات العيد، مو بس لأنها سهلة، كمان كثير طيبة وأنظف وأطيب وأوفر من اللي منجيبها من برا. شكرا كثير لحسن المتابعة، استنوني إن شاء الله مع وصفات جديدة.